السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. فجميع المغاربة وبصفة عامة نحب الرياضة الوطنية، وكلنا نتمنى الفوز للفرق الوطنية على الفرق المنافسة بالمشاركات الخارجية كيفما كان انتماؤنا داخل الوطن. ولا يمكن لأي مغربي حر أن يتمنى التأهل للفرق الأخرى على حساب الفرق الوطنية المغربية. وفي هذه الحلقة غادي نتكلم على المباريات الإياب وباختصار لممثلي الكرة الوطنية الرجاء والوداد بدوري أبطال إفريقيا والجيش الملكي بالكأس الكونفدرالية الإفريقية. خليكم معنا ما تمشيو فين. نبدأ مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الغير المحظوظ بالخسارة في مباراة الذهاب، لأنه منح هديتين بأخطاء فردية للفريق الأهلي المصري، والأهداف جات في الوقت اللي كانت الرجاء تستحق التسجيل فيه، لكن الأهلي استغل الفرص اللي جاته وكان أفضل بكثير في الشوط الثاني. على العموم فبالرغم تفوق الأهلي المصري في مباراة الذهاب بمصر وتسجيل هدفين، إلا أنه لا مستحيل في كرة القدم، لأن الرجاء ستلعب بالمركب محمد الخامس بالدار البيضاء وأمام جماهير التي ستمثل الضغط والرعب على الفريق الأهلي المصري في مباراة العودة. فهي اللاعب رقم 12 لفريقنا المغربي والمساند الأول للفريق. كذلك الرجاء اعتاد على الريمونتادا في مناسبات كثيرة في هذا المركب المرعب خلال السنوات الأخيرة، وستعاد إن شاء الله. الفريق يمتلك لاعبين في المستوى ومدرب جيد التونسي منذر الكبير، لكن ينبغي على المدرب واللاعبين احترام بعض الأمور لتحقيق هذا المبتغى المنشود إن شاء الله. التعامل مع الوقت بطريقة ذكية طيلة اللقاء واستغلال جميع الفرص وإلى آخره. ومن المؤكد أن المدرب سيعيد ترتيب أوراقه ويعالج الأخطاء التي تسببت في الهدفين. وأتمنى أن نرى الرجاء في العودة مثل ما ظهر في الشوط الأول لمباراة القاهرة. والمهمة ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة، والرجاء قادر على الريمونتادا وانتظرها إن شاء الله. وبخصوص مباراة الوداد أمام فريق سيمبا التنزاني، يتطلع الوداد إلى رد اعتباره في هذه المباراة بالدار البيضاء بعدما استسلم أمام سيمبا بميدانه رغم سيطرة وداد الأمة ذهابا، إلى أنه افتقد إلى الفعالية التهديفية بالرغم من صنع لاعبي الوداد الكثير من الفرص واستحواذهم على الكرة لكن دون جدوى. الآن غير مسموح بتاتا للوداد أن يغادر المسابقة من دور الربع النهائي. الوداد مطالب بقلب الطاولة على سيمبا وهو قادر فعلا على ذلك بالرغم من صعوبة المباراة، لأنها ليست سهلة ولكنها الأقل صعوبة، لأن سيمبا من الأندية التي تخشى أن تلعب كرة قدم مفتوحة، كما أن الفريق الوداد له أفضلية اللعب الإياب في الدار البيضاء وبالضبط بمركب محمد الخامس الذي يهابه الجميع. وبإمكانه تخطي عقبة هذه المباراة وتحقيق الريمونتادا بنتيجة تاريخية، ولكن بشرط التعامل مع المباراة بمنتهى الحذر وبواقعية والقوة والتركيز. وبوجود الجماهير البيضاوية العريقة ستمنح الفريق القوة الإضافية باعتباره اللاعب رقم 1 والرهان الحقيقي للفوز بالبطولات. أما بالنسبة ممثل الكرة الوطنية بالكأس الكونفدرالية الإفريقية ومتزعم الدوري المغربي فريق الجيش الملكي، والذي لم يظهر بمستواه الحقيقي والمطلوب بالجزائر، فهو قادر على قلب الطاولة على فريق اتحاد العاصمة رغم غياب بعض اللاعبين، لكن الزعيم لديه بدائل في المستوى. سيكون لزاما على المدرب داكروز إعادة ترتيب أوراقه الفنية بأسرع وقت والاستعداد للحدث الأهم وهو مباراة يوم الأحد. فعليه مع اللاعبين أن يكونوا عازمين على الريمونتادا في هذه المباراة، مستلهمين إيمانهم بتاريخ الزعيم الجيش الملكي وسجله في حصد الألقاب وقلب الطاولة على المنافسين وخلخلة الموازين والحسابات على المستطيل الأخضر. مباراة الإياب ستكون صعبة بدون شك، لكن لابد من الاشتغال على الجانب الديني أكثر والإيمان بالحظوظ والتركيز العالي الذي سيعجل الفريق في تحقيق التأهل، خصوصا بحضور العدد الكبير من الجماهير العسكرية. وبالذات في هذه المرحلة فريق الجيش الملكي يحتاج سخاء كبير في الدعم والتشجيع. فيوم الأحد إن شاء الله هو يوم الاحتفال بالتأهل لدور النصف النهائي بإذن الله. وأخيرا أدعو الجماهير البيضاوية والرباطية للحضور باكر للملاعب لتفادي الازدحام في الأبواب ولتسهيل عملية الولوج، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والتيسير إن شاء الله
في هذه المسابقات وفرجة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.